يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد. قبل ما ندخل الفيديو ونبدا الفيديو متنسيش يا ست الكل تنوريني وتشرفيني باشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله باذن الله كده تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدا بقى الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، انا كان عندي هدوم من بالليل، كان بقالي بالظبط كده يومين او 3 ايام ما كنتش غسلت هدوم علشان خاطر ما كانش عندنا ميه، وساعات الميه تيجي الكهرباء تقطع وهكذا. يعني هما بيبدلوا مع بعض، متعرفوش بقى بيلعبوا معانا لعبه القط والفار ولا ايه، معرفش. المهم فكان عندي هدوم طبعا غسلت ونشرت بالليل وغسلت هدوم تاني دلوقتي هتشوفوها معايا، وبرضو نشرتها. يعني بلم وبنشر. عايزه اقول لكم المنشر ده حاجه كده، بصوا جايلي من السما. عارفين انتوا اللي هو ايه؟ لا انا كنت عايشه ازاي من غيره؟ عارفين انتوا لما تبقوا عايشين كده ما عندكوش حاجه ولما تجيبوها تقولوا طب ازاي احنا كنا عايشين من غيرها؟ هو بالظبط انا بقول كده بالظبط. يعني بصوا، بيشيل ياما، بيشيل هدوم ياما، تغسلي على قد ما تغسلي بيشيل هدوم كتير قوي. واحسن حاجه فيه ان هو مش يعني مش كبير، هو صغير بس بيشيل، وحلو وجميل خالص يعني. بفكر اجيب الكبير. هو في منه الكبير، بس الكبير آه بيبقى بيشيل هدوم اكتر بقى. يعني انا بقول دلوقتي ده صغير وبيشيل الهدوم كتير، فما بالكم بقى الكبير اكيد هيشيل اكتر بقى يعني. فانا بقى بفكر يعني اشتري واحد كبير عشان خاطر يعني لو عندي غسيل كتير، لو عندي ملايات، لان ده طبعا الملايات بيبقى الموضوع يعني ايه صعب شوية. لازم اطبق الملاية كده علشان خاطر اعرف احطها على المنشر. ف يعني بفكر اشتري واحد تاني وممكن ما اشتريش برضو عادي. ممكن اكتفي باللي معايا ده. بصوا هنا بقى كنت قلت هعمل فنجان قهوة كده، لان انا حسيت بقى اللي هو بصوا، لا محتاجة فنجان قهوة. وانا من الشخصيات اللي ما بعرفش كده اتعامل في يومي غير بالقهوة. يعني بشرب مثلا فنجان الصبح وفنجان اخر النهار، زائد كوباية شاي. ومش دايما الشاي، لان انا اصلا مش يعني مش من الناس بتوع الشاي. يعني ما بحبش اشرب شاي كتير. ممكن اشرب شاي كل ممكن في الاسبوع مرة مرتين كده. يعني اللي هو ايه، لو يعني نفسي فيه. يعني انتوا عارفين انا الشاي ده بيبقى نفسي فيه، لكن انا لو مش عايزه اشربه مش بشربه. بس بيجي لي اوقات كده نفسي في الشاي، فبقوم اعمل شاي ويكون بالنعناع بقى. يعني النعناع ده اصلا بالنسبه لي بتاع الصيف. يعني اشرب الشاي بالنعناع في الصيف، في الشتاء ما بشربش الشاي بالنعناع خالص. مش فاهمه في ايه. المهم يعني مش دايما يعني بشرب شاي كتير. بصوا هنا كانت الغسالة خلصت زي ما قلت لكم، لميت هدوم وبنشر هدوم تاني. الغسالة بعد ما خلصت رحت جبت بقى الهدوم زي ما انتوا شايفين وهنشرها كده. بصوا حاجة كده جميلة خالص المنشر ده، مش عارفة انا مبسوطة. بصوا بتكلم كتير على المنشر، حلو بصراحة. يعني خصوصا بقى لو في ناس بقى يعني لو في ناس قصادك وانت عايزة تنشري وما عندكيش الستاير بتاعه البلكونات زي حالتي. انا ما عنديش ستاير في البلكونات، فبقوم نشره كده ايه، بقوم نشره الهدوم جوه كده على المنشر. هو مبدئيا عادي يعني ان انت تنشري، او انا بتكلم عن نفسي، عادي ان انا انشر وفي ناس عادي مفيش مشاكل. بس يعني انا ساعة التصوير، ما هو برضو انا بصور والناس اللي قصادي دي هتطلع في التصوير، فما بحبش يعني انتوا فاهمين اكيد فهمتوني. مش هينفع يعني بقول لا. يعني انا دلوقتي فوق و يعني في بلكونه، والناس اللي تحت مثلا هتيجي في التصوير، فما برضوش ان انا اصور. بضطر ان انا اصور كده زي ما انتوا شايفين. وفي الوقت ده اصلا كان في ناس اصلا تحت وانا كنت بصور. يعني كنت بنشر هنا عشان خاطر كان في ناس قصادي يعني وكده. فانا كنت محتاجه ان انا اصور يعني اكمل الفيديو، فقلت لا انا هنشر على المنشر. وغير كده اصلا الشمس شديده، الشمس شديده قوي قوي، والهدوم بتتحرق. بحس ان هي بتغير لون من درجه الحراره. فبس فالمنشر حلو يعني، حل جميل. بس كده
خلصت بقى كل ال الهدوم. بعد كده بصوا كان في هدوم كتير عايزه تتطبق، طبقت هدوم، وده يعني ايه كان شويه هدوم كده باقيين، قلت اخلصهم. فوط بقى زي ما انتم شايفين، وبناطيل. بصوا كان في هدوم كتير قوي على فكره. ف يعني طبقت على قد ما انا طبقت، لان كان السرير ده مليان هدوم، فطبقت على قد ما طبقت. رحت بقى دخلت المطبخ، عملت الاكل وخلصت ومش عارف ايه، وسبت بنتي تخلص يعني تطبق شويه هدوم، لان انا اصلا من الناس اللي ما بحبش اطبق هدوم. ما بحبش اطبق هدوم، ما بحبش ارص مواعين، الم مواعين. يعني مثلا بعد ما اغسل المواعين ما بحبش الم المواعين واحطها في المطبخ، بتضايق قوي. بس اكيد هعملهم، يعني ما هي حاجتي ولازم هعملهم. ايه كمان، ما بحبش اغسل المواعين. يعني اكتر 3 حاجات ما بحبش اعملهم: ما بحبش اطبق هدوم، ما بحبش الم المواعين بعد ما اغسلهم، وما بحبش اغسل المواعين. بس ايه كمان، بس كده. المهم بقى الاوضه دي بتاعه العيال كانت عايزه كده. الملايات كنت مغيراها بقالي 3 ايام، فهسيبهم يومين كمان وبعد كده اغيرهم. ايه كمان، اللهم صل على النبي. بس هي الاوضه مفيهاش حاجه غير دولاب والكمبيوتر والسريرين بس، مفيهاش اي حاجه تاني. وهي الاوضه اصلا مش كبيره، صغيره يعني، يا دوبك كده بفرش فيها سجاده ومشايه صغيره خالص، مشايه رفيعه كده، نص متر او اقل كمان من نص متر، مشايه صغيره بين السريرين وبس كده. الاوضه دي انا عملت فيها المستحيل عشان يعني اغير اماكن السرير دي، بس مش عارفه. يعني انا من يوم ما اتجوزت وانا حاولت كتير ان انا اغير اماكن السراير، مش عارفه خالص، لان الاوضه صغيره وانا مش عارفه اتعامل بصراحه معاها. هو اخرها كده، وما بحطش فيها حاجات اكتر من كده، هو الدولاب وترابيزه الكمبيوتر وبس كده. حتى كمان مش عارفه احط فيها مكتب للعيال. يعني الحل ان انا هشيل الكمبيوتر ومن على الترابيزه ويذاكروا بقى على الترابيزه نفسها، بس هو ده اللي انا هعمله. لكن مكاتب وكده للعيال مش عارفه بصراحه اعمل اي حاجه. وانا بالنسبه لي بصراحه يعني بقيت بستسهل، يعني السفره يعني حل حلو برضو، كراسي وكتب وكل حاجتهم على السفره. بس المشكله لما حد بيجي، لان السفره انا حاطاها في الصاله بره، ولما حد بيجي بقى لما يكون في زحمه كتب كده وكركبه، وانتوا عارفين الكركبه بتاعه الكتب بتبقى مقرفه شويه يعني. بس هنا الكمبيوتر كنت بمسحه كده. بصوا كان في شاشة كمبيوتر، اللي هي الشاشة اللي هي الرفيعة، الشاشة الرفيعة دي، بس وقعت في الأرض واتكسرت. فجبت دي، كانت عند ماما، فهي مش محتاجاها. يعني هم عندهم برضو كمبيوتر بشاشة كده، فهي قالت لي خديها، هي صغيرة. بس أنا قلت مش مشكلة، أنا مش جايبة شاشة تاني عشان خاطر الشاشات اللي هي الرفيعة دي هيوقعوها. فالشاشة من ساعة ما وقعت، وهي وقعت على وشها في الأرض، فهي باظت خالص. يعني بصوا الشاشة جابت ألوان كده في بعضها، ما فيش أي صورة خالص يعني. فانا قلت الشاشة دي بما انها كبيرة وتقيلة، صعب ان طفل يحركها، صعب ان يعني هم ساعات مثلا لما بيجوا يحطوا صباعهم كده على حاجة، يشاوروا على حاجة، بيحطوا صباعهم كده على الشاشة ويضغطوا جامد. فالشاشة دي تقيلة وكبيرة، صعب ان هي تتحرك يعني من مكانها. فقلت حلوة بقى ليهم، يعني مش ما بيعرفوش يحركوها. بس هنا بقى كنت حاطة فرخة على النار. بصوا حطها من الساعة 10:30، نزلت من على النار، طفيت عليها يعني ونزلتها من على النار الساعة 1. يعني بصوا شوفوا قعدت كام ساعة، قعدت كتير، لان دي فرخة كبيرة ما شاء الله. طبعا الفرخة دي من عندي يعني. ف بصوا انا كنت حطاها على الميزان، كانت 3 كيلو ونص، ما شاء الله ما شاء الله يعني. كانت 3 كيلو ونص. انا بصوا انا ذبحتها علشان ما كانتش اصلا، ما كانتش قادره تاكل كده، واللي هو ايه يعني، بصوا حاسه ان هي يعني ممكن تموت. فالجو حر والفراخ بتشرب ميه كتير، والطيور سواء بط سواء فراخ سواء وز اي حاجه، تلاقوا الطيور بتشرب ميه من درجه الحراره وما بياكلوش كتير. فدي انا حسيت ان هي ما بتاكلش طبيعي يعني. فانا قلت بقى خلاص يعني هجيبها اذبحها علشان خاطر مش هينفع اسيبها.
علشان ممكن تموت. فانا قلت خساره يعني. وما شاء الله ما شاء الله وزنها 3 كيلو ونص. فانا قلت خساره يعني. فانا جبتها بقى وعملتها. بصوا نضفتها وظبطتها كده. وانا يعني صراحه بصوا بحب الفراخ البلدي. بصوا البلدي يوكل والله بجد. الفراخ البلدي دي تحفه. ولا تقولي لي فراخ بيضه ولا تقولي لي يعني. بصي لا ما تجيبوش سيره الفراخ البيضه. انا اصلا ما بقيتش عايزه اكل فراخ بيضه هنا بقى. بصوا ده كان يوم قبله يعني. كان يوم قبل الفرخه دي النهارده. اما امبارح كان المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كنت عامله لهم لحمه وكنت عامله لهم محشي كرنب وورق عنب وفلفل وكوسه وملوخيه وبس. ودي الشوربه بتاعتنا وبس. هو ده الفيديو بتاعنا. اشوفكم على الف خير.